تعادل بطعم الخسارة لفاركو. طبعا انا شايف ان فاركو فرط في 3 بونت كانوا في ايده. كانوا سهلين جدا. الاهلي شبه مش موجود في المباراة. آه، فاركو كان افضل على مستوى الفرص، ولكن يعني يمكن ما كانش فيه استحواذ لفاركو. الاهلي كان مستحوذ على الكوره، ولكن الاهلي كان مستحوذ على الكوره بدون اي فاعليه هجوميه. الاهلي تقريبا انا ما شفتلوش هجمه على الجون خالص. 90 دقيقه كل اللي الاهلي ضربتين جزاء، اللي هو واحده اتحسبت وواحده ما اتحسبتش. وهنتكلم على التحكيم دلوقتي. بس الاهلي بدون اي فرص حقيقيه على المرمى. الاهلي كان سيء جدا. طبعا انا مش عايز اتكلم على مشاكل الاهلي، لان احنا اتكلمنا الفيديو اللي قبل اللي فات على طول وقلت رايي في موضوع مشاكل الاهلي دي والمرحله السيئه اللي هو فيها. وقلت ان هي كانت ما بين مجلس الاداره وما بين كولر. طبعا الاثنين ليهم اسباب يعني. كولر عنده مشاكل كتير جدا. كولر كل اللي عايز يعمله ان هو عايز يوضح يا جماعه ان التقصير كله في مجلس الاداره، وحتى مش قادر يستخدم الادوات اللي معاه. مع احترامي ليك، انت بتلعب فاركو، يعني مش بتلعب فريق مثلا بينافس معاك ولا فريق قوي. ما اعتقدش ان انت محتاج السكواد القوي قوي عشان تقدر تكسب فاركو. انت مش قادر توصل للجون. انت في لعيبه كتير اساسيين موجودين في الملعب من الناس القوام الرئيسي للفرقه، وللاسف انت مش قادر. بتلاعب لعيبه في غير مكانها. يعني تقريبا اغلب اللعيبه اللي بتلعب في الملعب انا مش شايف حد بيلعب في مكانه. مفيش خطه، مفيش شكل للفريق، مفيش شكل هجومي. يعني يمكن الى حد ما شويه امام عاشور بيحاول، ولكن برضو فردي. مفيش شكل هجومي واضح للنادي الاهلي. بحاول طول المباراه ان انا اشوف اتكلم في الكوره، يعني ان انا اشوف حاجه اتكلم فيها، ولكن للاسف انا مش شايف اي حاجه في الملعب خالص. زي ما قلت شكل الاهلي يعني مفيش اي حاجه خالص. مفيش خطه حتى يعمل توازن ما بين الدفاع والهجوم. الاهلي ما بيهاجمش وفي نفس الوقت دفاع مفتوح. اي فرصه كانت بتبقى لفاركو كانت بتبقى خطر جدا. بشوف ان فاركو ما استغلش الفرصه. فاركو النهارده وصل للجون كتير. النهارده لو في مهاجم في فاركو كويس يقدر يحرز اهداف، كان احرزوا على الاقل جونين كمان غير الهدف اللي احرزوه. يعني بنشوف في فيرود تقريبا اسمه احمد شريف، الراجل الكره بتقع من ايد الجون وهو بيروح واقع، فهو لو واقف على رجله بس هيجيب جون. والفيرود التاني راح انفراد، عايز يعدي من الشناوي، وكانت سهل قوي ان هو يحطها جون بسهوله. وكذا فرصه بالشكل ده، ولكن طبعا فاركو يعني يمكن هو مش مصدق نفسه يعني ان هو ممكن يكسب الاهلي. ولكن هي نقطه. يعني بالنسبه لهم طبعا، بالنسبه لفاركو هي نقطه كويسه ان هو اتعادل مع الاهلي، لكن هو لو عاد الماتش ورجعوا اتفرجوا على الماتش كلعيبه تاني هيقولوا ان هم فرطوا في فوز سهل جدا. طبعا زي ما قلنا الاهلي مشاكله لسه متواجده لحد دلوقتي، في انتظار زي ما بيقولوا الصفقات يعني. ولو ان انا شايف ان هي مش هتبقى كل حاجه. كولر عنده مشاكل لسه لازم يحلها. اداره الاهلي لازم تستعجل شويه في الصفقات، لان خلاص فاضل 8 ايام. في ناس بتقول ان القيد لحد 8/2. انا عارف ان القيد لحد 8/2، ولكن ده القيد الافريقي اخر 31 الشهر ده. فحتى انت لو جبت لعيبه بعد شهر واحد مش هتقدر تلعبها في افريقيا، وده الاهم. فانا بشوف ان مجلس الاداره لازم ينجز شويه في موضوع الصفقات. طبعا فرصه ذهبيه لبيراميدز والزمالك، وخصوصا بيراميدز ان هو يقدر ياخد الدوري السنه دي. ما اعتقدش بيراميدز هيلاقي الاهلي والزمالك بحاله اسوأ من كده السنين الجايه. يعني السنه اللي فاتت برضو كان بيراميدز اقرب وكان الاول بفارق، وجه الاهلي من بعيد قوي وخد الدوري. السنه دي الاهلي سيء والزمالك سيء. بيراميدز تقريبا عنده منتخب الدوري المصري، عنده لعيبه كلها دوليه سواء مصريين او غير مصريين. فريق تقريبا شبه متكامل. فريق يعتبر مش فريق، هو عنده 3 فرق. يعني هتلاقي كل مكان فيه لعيب واثنين وثلاثه وكلهم لعيبه دوليه بيلعبوا في منتخبات بلدهم. مش عارف ايه ناقصه ان هو ياخد الدوري. فرصه ذهبيه لبيراميدز، خصوصا ان هو عنده الماتش الجاي الاهلي، والاهلي مش هيجيله بحاله اسوأ من كده. كل المعطيات بتقول ان بيراميدز هيكسب الاهلي وممكن يكسب الاهلي سكور. وان كنت اشك يعني بيراميدز اتحط كتير في المواقف دي وما كانش بيسد فيها يعني.
كان بيبقى الاهلي في اسوأ حالاته او الزمالك في اسوأ حالاته، كان اقصى حاجه ممكن يعملها ان هو يتعادل او يكسب 1-0 بالعافيه او كده. فبرضو الماتش الجاي انا بشوف برضو ان هو ملوش مقياس يعني. يمكن الاهلي بعيد شويه، ولكن بيراميدز بيجي الماتشات دي برضو ما بتحس ان هو يعني ايه بيفقد الثقه، ما اعرفش ليه، لان حاجه غريبه جدا ان هو عنده لعيبه كلها دوليه وفي نفس الوقت بيفقد الثقه. هو مش هيلاقي اسوأ من كده الاهلي والزمالك عشان ياخد الدوري. الزمالك ليه فرصه طبعا، بس انا عارف ان الزمالك ما بيتوصاش، والزمالك النهارده ممكن تلاقيه بيعوض تعادل الاهلي امبارح وبيتعادل هو كمان او بيخسر النهارده. فالزمالك برضو عنده مشاكل لسه، ولكن هنشوف النهارده ممكن الزمالك يكون هيعمل ايه. ولكن هي في تنافس صعب السنه دي على الدوري بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، وانا بشوف ان بيراميدز لحد دلوقتي هو الاقرب لو استغل الفرصه طبعا. اخر نقطه عايز اتكلم فيها هي نقطه التحكيم. طبعا انا قلت الفيديو اللي فات برضو، قلت يا جماعه المفروض ان الاهلي والزمالك والانديه الكبيره دي مش محتاجه التحكيم انه يساعدها عشان تقدر تاخد البطوله. الاهلي في حاله سيئه، الاهلي السنه دي من بدايه الموسم يمكن ما عملش ماتش كويس مقنع لجمهوره غير تقريبا ماتش هو العين الاماراتي. الزمالك برضو سيء، يمكن عمل ماتش او ماتشين كويسين، لكن اغلب الماتشات برضو سيء جدا. ولكن انا بشوف التحكيم يا جماعه من اول الموسم ده ما بدأ، خصوصا لنادي الاهلي كل ماتش فيه كارثه. راجع كده كل الماتشات، ماتش زد، ماتش الاتحاد السكندري، ماتش الجونه، ماتش المصري لما الشناوي حضن المهاجم، من اول الموسم لحد امبارح، لحد ماتش امبارح فاركو ضربتين جزاء، حاجه غريبه جدا يعني. تحس ان محمد معروف عايز بيتلكك عشان يحسب ضربه جزاء. ضربه جزاء اولانيه ما بيفكرش وبيحسبها على طول يعني، حتى احنا كلنا شايفين الراجل واخد الكوره وملوش اي علاقه برجل اللعيب. وضربه جزاء ثانيه من الهوا، الفار بيناديله، بيبص لها وبيقعد 100 سنه قدام الشاشه لحد ما يحسبها، بيدور على اي حاجه، اي تلكيك عشان يحسب ضربه جزاء للاهلي. فيعني انا بشوف يعني الاهلي لو ما كانش التحكيم مسانده من اول الموسم ده، الاهلي اعتقد كان هيبقى في مركز غير اللي هو فيه دلوقتي خالص. ولكن يا جماعه ادوا فرصه للناس ان هي تنافس، دي لعبه كره قدم، لعبه منافسه شريفه، الحق الكل ان هو ينافس. التحكيم المفروض يبقى على سواسيه ما بين كل الانديه، بلاش مجامله للناس يا جماعه. وانا بقول الكلام ده للاهلي وللزمالك ولكله، بلاش مجامله للفرق الكبيره. الفرق الكبيره مش محتاجاكم، اللي هيكسب هيكسب لنفسه، اللي هيخسر بيخسر لنفسه. انت يعني احكم بضميرك، دي اخر رساله ليا للحكام، اخر رساله للتحكيم. احكم بما يرضي الله، احكم بضميرك، ما تخافش على رزقك، ما تخافش ان انا لو انا غلطت دلوقتي قدام الاهلي فانا الاهلي هيشتكيني فهتوقف مش هحكم تاني. ما تحسبهاش كده، الرزق ده على الله. احكم بضميرك وما تخافش. انا بقولش ان الحكام من جواهم هو عايز يظلم الفرق قدام الاهلي او عايز يخدم، اكيد هو مش جواه كده، ولكن هو ممكن يكون بيخاف ان هو انا دلوقتي لو ما حسبتش للاهلي او انا جيت على الاهلي او انا جيت على الزمالك ايا كان يعني، ان انا هاجي الماتش اللي بعدها انا ممكن اتوقف لفتره كبيره، وده شغلي واكل عيشي. الرزق بتاع ربنا مش بايد حد. ما تخافش، احكم بضميرك، وبص لربنا وخليه على الله وما تخافش. وانا بقول لك ان عمر ما حد بيراعي ضميره وربنا هيخذله ابدا. فانا بشوف ما تخافش واحكم بضميرك وخليه على الله.